بعد ساعة المغرب الست الثانية كانت قاعدة بتقرا القرآن، والتلفزيون كان شغال على الشعراوي، والعيال عمالة بتلعب بالفوانيس قدامها. وبعدها دخلت بنتها وقالت: ماما، أنا طلعت المحشي عند نيرة مرات أخويا، لأن البوتاجاز عندي مش فاضي، ولحد دلوقتي لسه ما جابتش المحشي. أنا مش عارفة أعمل إيه. صدق الله العظيم. وبعدها سابت المصحف. والله مش عيب عليك الكلام اللي بتقولي ده؟ النهاردة أول يوم رمضان وانتي لسه زعلانة معاها؟ يا بنتي حرام عليكي اللي انتي بتعمليه ده حتى عشان صيامك يتقبل. هو انتي ناسية يا ماما هي عملت معايا ايه ولا ايه؟ لا طبعا، انا لا يمكن اصالحها الاول، لان هي اللي غلطت فيا، ولازم هي اللي تقولي انا اسفة. انا مش هقبل غير بكده. وبعدها اتضايقت من صوت العيال وقالت: بس بقى، بس حرام عليكم، صوتكم عالي، الواحد صايم ومش طايق نفسه. وحيد الله، وحيد الله يا بنتي، واطلعي لمرات اخوكي هاتي من عندها الاكل. يلا يا بنتي عشان صيامك يتقبل، ما ينفعش ابدا تكوني زعلانه منها. حاضر يا ماما، حاضر، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. وبعدها طلعت اسماء وسمعت نيره بتكلم اختها وبتقول لها: كويس ان انت جيتيلي بسرعه، ما تعرفيش والله انا كنت شايله هم المغرب جدا، لو كانك اذنت وانت ما جبتليش المحشي. انا عايزه انزله لهم بسرعه، على اساس يعني ان هو المحشي بتاعهم. يا شيخ احمدي ربنا ان انا جبتلك الاكل بالسرعه دي. انت عارفه يعني ايه اعمل لك حله محشي بالسرعه دي؟ ده النهارده انا هاكل العيال اي حاجه عشان خاطرك انت. ربنا يخليكي ليا يا شيماء، انت عارفه ان انت اختي الوحيده يا حبيبتي، وعمرك ما هتعملي حاجه تزعلني، وكويس ان انت وقفتي تعمليها بالسرعه دي. كل ده اسماء كانت واقفه بره وقالت لنفسها: عملتي ايه في المحشي بتاعنا؟ ورحتي عملتي غيره ليه؟ دي اكيد حاطه لنا فيه عمل ولا عامله لنا حاجه فيه. لا، انا مش هخلي اي حد ياكل من المحشي ده النهارده. وبعدها الكل كان قاعد على الاكل، واسماء قالت: ما حدش ياكل من المحشي ده عشان مش انا اللي عاملاه. ولا ايه يا نيره؟ هتتكلمي ولا اتكلم انا؟ ساعتها الكل كان مصدوم من الكلام اللي اتقال، وكمال قال: الكلام الغريب ده يا اسماء؟ يعني ايه؟ يعني ايه حتى لو مراتي هي اللي عملت المحشي فانتي ما تاكليش منه لا انتي ولا الناس؟ ما انتي عارفه ان هي نفسها حلو في الاكل. ولا ايه يا ماما؟ عاجبك الكلام اللي بيحصل ده ولا ايه؟ استنى بس يا كمال، وبعدين فيها ايه يعني لو هي اللي عامله الاكل؟ ما انتي عارفه ومتاكده ان انتي اللي عاملاه. هو في ايه؟ ما تتكلمي يا استاذه نيره وتقولي ان انتي غيرتي حله المحشي بتاعتنا بمحشي من عند اختك. ردي قولي بقى انتي عامله ايه في المحشي ده عشان خاطر تطلعيني صغيره قدامهم كلهم. حرام عليكي يا شيخه، ده احنا برضه في رمضان والكلام ده حرام. ولا ايه ست الشيخه ياللي مش بتقومي من على سجادة الصلاة؟ حرام عليكي يا أسماء تنكدي علينا كده أول يوم. يا شيخة ازاي يعني الكلام ده؟ أنا عايزاها ترد عليا وتقولي ليه غيرت حلة المحشي. ما تتكلمي يا بنتي على طول. أنا واثق ومتأكد كويس جدا إن مراتي عمرها ما تعمل الكلام اللي انت بتقولي عليه ده. ما تردي يا نيرة، ساكتة ليه؟ لا فعلا أنا غيرت الأكل يا كمال، بس قبل ما تظنوا فيا أي ظن لازم تعرفوا اللي حصل الأول. مش تكسفيني بالشكل ده. لو كنت سمعتيني أنا وأختي كان من الصح إنك تدخلي وتسألي إيه اللي حصل. وابتدت ساعتها تقول على كل اللي حصل. خلينا نرجع فلاش باك. نسمة بنت أسماء اللي عندها 12 سنة طلعت شقة نيرة وهي كانت عمالة بتعيط. إيه ده؟ مالك يا نسمة؟ شكلك عامل كده ليه يا بنتي؟ في حاجة حصلت ولا إيه؟ غصب عني يا طنط، الحلة وقعت مني. أعمل إيه؟ ده أنا ماما هتضربني وتبهدلني. أنا خايفة، خايفة يا طنط، بالله عليكي اعملي حل غير عشان خاطري. وفي الوقت ده انا كنت مصدومة، وبعدها قلت: ازاي بس اعمل غيرها؟ انا مش قادرة اقف، ده أنا لسه والدة من كام يوم ومش عارفة اخد نفسي. اعمل بس ايه؟ انا هرن على شيماء اختي تلحق تعمل واحدة تانية وامري لله. بس بالله عليكي يا طنط بلاش تقولي لماما عشان خاطري، انت عارفة ماما عصبية قد ايه. خلاص، امك مش هتعرف حاجة، كأن مفيش اي حاجة حصلت. خلاص بقى، خلاص، خلينا نرجع تاني. هو ده اللي حصل، ولو مش مصدقة اللي حصل نادي على بنتك واسأليها. سمعتوا بقى؟ سمعتوا اللي مراتي مستحيل تعمل حاجة غلط أو حاجة تضرنا؟ انتي ظلمتيها يا أسماء، ظلمتيها بكلامك ده. ينفع كده؟ خلاص بقى يا كمال، وانا هعرف منين يعني؟ يلا، يلا نفطر عشان الحق اغسل المواعين قبل التراويح. وانتي بقى يا نسمة، انا هعرف اشوف شغلي معاكي بعد الفطار، اصبري عليا.
اعتذري لها يا أسماء، كتر خيرها إنها فكرت وعملت كده ودارت على بنتي كمان. خلاص حقك عليا يا نيرة، ما تزعليش بقى، أنا مش عارفة إن الشيطان لعب في دماغي وهو اللي عمل فيا كده. معلش بقى، يلا افطروا وكل سنة وانتوا طيبين وبخير. وبعد الفطور أسماء قالت: أنا بقى هروح أجيب صينية الكنافة بالقشطة، إنما إيه، وصاية، وكمان جلاش بالسمن البلدي. أحمد أخو كمال قال: بقول لكم إيه، انتوا طبعا عارفين هند وأهلها، وعارفين إن أنا عايزة أتجوزها. أنا عايزة أعزمها بكرة على الفطور، وعايز تبقى الدنيا هادية. أنا مش عايز مشاكل من أولها كده، أهلها يقولوا علينا إيه. ده أنا ما صدقت إنهم وافقوا على الخطوبة في العيد. تعزم إيه بس؟ هو أنت لسه قريت فاتحة حتى عشان تعزمهم؟ وبعدين دول ممكن يرفضوا لحد ما تقرا الفاتحة الأول. لا، ما أنا كنت قايل لهم وهم موافقين. يعني المهم بقى، انتوا اعملوا أحلى أكل، وعايز حاجة تشرف. انتوا عارفين الناس دول مستواهم عامل إزاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني، يا ابني المهم اللمة والعيلة، وتبقى كلنا بخير، والأكل ده بيبقى عادي، حاجة تجمعنا وخلاص. ومع ذلك ما تقلقش، هنعمل كل حاجة، في ربنا كتير، ورمضان كله خير وبركة والحمد لله. العشاء أذنت، يلا عشان نصلي تراويح. يلا يا جماعة، والعين كمان تصلي معانا. البيت كله كان رايح يصلي تراويح، وبعدها الكل طلع على شقته، وكانت أسماء قاعدة مع أمها، والباب خبط وفتحته كانت ندى وجمال. أهلا يا ندى، أهلا يا جمال، انتوا ما نزلتوش ليه تفطروا معانا؟ احنا مش قلنا أول يوم ده هنفطر فيه كلنا سوا؟ تعالوا، تعالوا يا ولاد، تعالوا انزلوا في الشارع، الفوانيس اهي معاكم، واختكم تحت في الحارة. انتي عارفة يا أسماء، ما ينفعش نقفل الشقة في أول يوم، لازم كل واحد يفطر في بيته أول يوم رمضان. تعالوا بقى عشان القعدة تحلو، ونقوم نصلي تراويح ابتدت في الراديو. ربنا يجمعنا دايما يا ولاد بخير، ويجعل رمضان كريم ومبارك على الأمة الإسلامية. آمين يا رب. المهم، أنا هنا علشان أقول لكم إن بكرة كمان خطيبة أحمد وأهلها معزومين عندنا، وأول مرة يجوا هنا نتعرف عليهم. ماشي، أنا هاجي ونجهز الفطار كلنا مع بعض، وإن شاء الله هيبقى يوم جميل. يلا بقى، يلا الرجالة يروحوا المسجد، وإحنا نقوم نصلي هنا في الصالة. وبعدها قاموا وتوضوا وصلوا تراويح، وفضلوا يدعوا بعد التراويح. أنا هطلع شقتنا بقى، العيال طلعت هنا عشان السحور، هنام ساعتين ونقوم نجهز السحور. يا ريت تيجي وتجيبيهم ونتسحر سوا. الأكل كتير يا ولاد، مين هياكل بس الأكل ده لو بات؟ الأكل ده مش هيتاكل. ما أنا قلت يا ماما بلاش أعمل أكل كتير، محدش بياكل في الصيام، كله بيبقى مستني كوباية البلح والعصير. بس يا ماما انتي بقى اللي صممتي اني اعمل اكل كتير كده. لا، بعد كده اعمله على قد الفطار. وبعدين انتي عارفة السحور، احنا لازم جبن وفول وزبادي، ما ينفعش ناكل اكل الفطار تاني ناكله في السحور، ده كده هيبقى تقيل في المعدة. طيب، انا طالعة بقى يا جماعة عشان العيال. انا هشيل عيل ونسمع عيل، واطلع انا بقى ابعت جوزي كمال يتسحر معاكم. انا لسه قدامي كام يوم على ما اصوم زيكم، لما اكون وصلت لل40 هبقى اصوم بقى ان شاء الله. اطلعي يا بنتي، يلا، ربنا معاكي. احنا يومين كده ونعمل صباح حلو للعيال، ده المفروض نعمل عقيقة كبيرة، دول ما شاء الله ولدين، واحنا في رمضان وكله خير. ما هو كمال قال نعملها في العيد، ونفرق لحمة على الغلابة وخلاص. قبل العيد بيومين خلي الغلبان ياكل وناخد ثواب كبير برضه. وماله يا بنتي، اهو كله ثواب، سواء في رمضان ولا في العيد، ربنا يتقبل إن شاء الله. وبعدها كله طلع على شقته. وعند كمال اللي قرب من نيرة: أنا عارف إنك زعلانة عشان الموقف السخيف بتاع حلة المحشي ده. حقك عليا يا حبيبتي، والله أنا عارف أختي ولسانها. ما تزعليش، هو مش الكل عارف الحقيقة واللي حصل بالظبط. يلا بقى، كل سنة وانت طيب، احنا في رمضان وعادي عدى اليوم. أيوة، يعني مش فاهم، انت برضو تقصدي ايه؟ يعني صايمين يا حبيبي، لما رمضان يخلص ابقى اعتذر براحتك، لكن دلوقتي السبحة والمصحف، وانزل كفر عن ذنوبك. ابو فصلانك، اكفر عن ذنوبي وانتي موجودة؟ ده انتي اكبر ذنب في حياتي يا شيخة. بتقول حاجة يا حبيبي؟ بقول نامي، نامت عليك حيطة، قصدي تصبحي على خير يا حبيبتي. وفي وقت السحور الكل صحي على صوت المسحراتي: يلا يا ولاد، قوموا عشان السحور، عشان تقدروا تصوموا بكرة. يلا، أبوكم قام بره. محمود ومحمد ردوا: لا يا ماما، احنا مش عايزين نتسحر، احنا هننام أحسن، سيبينا، احنا مش هنجوع ولا حاجة. يلا يا ولاد، عشان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قالوا: تسحروا فإن في السحور بركة، دي سنة،
والسحور زي الفطار كمان لازم نهتم بيه، ونقوم نتسحر ونصلي قيام الليل. يلا يا حبايب قلبي، قوموا بقى، وبعدين لما تاكلوا ابقوا ارجعوا ناموا تاني. وفي شقة ندى جمال قال: ايه يا ندى، يلا قومي عشان تلحقي تجهزي السحور وتقومي العيال، باقي ساعة على الفجر. هو في ايه؟ ايه الكسل اللي انت فيه ده؟ الكل اتسحر. وتاني يوم وفي شقة ثانية: أسماء، ما تقومي بقى عشان العزومة عايزة شغل كتير يا بنتي. الظهر أذن، واليوم يا بنتي مفيهوش بركة، بيخلص بسرعة. طب يا ماما رني على ندى ونيرة ينزلوا عشان يساعدونا، الشغل كتير عليا، وانا هقوم ابل البلح الاول والرقصوص على ما يجوا هما، انا مش هقدر اعمل كل حاجه لوحدي برضه. وبعدها نزلت ندى ونيرة ودخلوا المطبخ. انتوا اتاخرتوا في النوم كده ليه؟ مش عارفين ان احنا عندنا عزومه ولا ايه؟ انتوا لازم تصحوا متاخرين يعني؟ ما تقلقيش، هنلحق اهو، كل واحده هتعمل حاجه. انا هاخد الرقاق والمكرونه بالبشاميل اللي فوق عندي اعملهم عشان العيال نايمين فوق، وكمان عشان البوتاجاز يكفي اللي انتوا هتعملوه. ايوه، جدع، ماشي وماله، خدي الحاجه دي واطلعي، اديكي تشيلي حاجه عننا شويه. يلا، انا هطلع معاكي الصواني فوق. وبعدها جهزوا الفطار، وكان فاضل نص ساعه المغرب. دخلت ثانية المطبخ: يلا يا ولاد، فاضل نص ساعة وكمان الجماعة على وصول، مش عايزين حد يعدل علينا، انتوا فاهمين؟ انا عايزة الحاجة كلها تبقى مظبوطة. خلاص والله الأكل جاهز وكل حاجة، ما تقلقيش. على فكرة، الظهر كده هم جم، الباب بيخبط، أنا رايحة أفتح لهم. أهلا أهلا، نورتونا، أهلا بعروستنا الحلوة، اتفضلوا، كل سنة وانتوا طيبين، الجماعة كلهم في الصالون منتظرينكم، اتفضلوا، ده البيت نور والله. أم العروسة اتكلمت وقالت: أهلا يا حبيبتي، انتي بقى مين فيهم؟ أصل أحمد قال إن انتوا تلاتة، انتي ندى ولا أسماء ولا مين؟ أنا أسماء يا حبيبتي الكبيرة، مرات جمال، ودي شقتي، مرات الكبير يعني، وفوق ندى، وفوقها نيرة، وإن شاء الله العروسة تبقى فوق خالص، اتفضلوا اتفضلوا. ودخلت وسلمت ثانية وندى كلهم عليهم، وجي أذان المغرب والأكل جه على السفرة. ما تقدمي يا عروسة، انتي مكسوفة ولا ايه؟ لا ده صيام، واكيد انتي جعانة. يلا يلا مدي ايدك وكلي كده، ما تتكسفيش. لا انا مش باكل الاكل ده خالص، ده كله زيوت وسمنة، وده بيزود الوزن. انا خلاص كوباية العصير وخلاص. وعلى فكرة، انا بشرب العصير بتاعي من غير سكر كمان، عشان انا منع السكر. الكل بص لبعض، ندى ونيرة واسماء، وميلت نيرة على ندى وقالت: ايه يا اختي العروسة البجحة دي، ما نعمت انتيكة وتنكة كده على ايه؟ هي فاكرة نفسها فين هنا؟ شكلها كده هتقرفنا، باين كده البت دي هي واهلها شكلهم كده مش زينا خالص. لا لا لا، انا مش مرتاحة للعالم دي بصراحة. ايه يا اسماء، ساكتة ليه؟ انا مش مطمنالك، مش عارفة اسكتك ده ايه؟ يعني واقفة على رجلي من الصبح وبعمل في الاكل، والبرنسيسة تقول ان كله زيت وسمنة؟ لا، ورافعة مناخيرها كمان، عاوزة عصير من غير سكر، ده اسمه ايه بقى ده ان شاء الله؟ اهدى يا وحش، اهدى، هتبلع البت، دي لسه جديدة في المكان، بكرة تاخد تناحة وبيطلع عليها القديم والجديد. معلش يا جماعة، هند بتحب تهتم بصحتها، عشان كده بتحب الأكل الفافي قوي يعني وكده. مين اللي فافي دي؟ انت بتخوني يا أحمد ولا ايه؟ انت نوتي على فكرة. يا صبر أيوب. وكملت كلامها بهمس: أقسم بالله اللي منعني عنك غير الكرسي ده، ان انا ايدي طرشه، وهقوم انتفلك شعرك شعرايه شعرايه. ايه ده؟ انت بتقولي حاجه يا اسماء؟ ها؟ لا يا حبيبتي، انا كنت بذكر ربنا، اهو اكسب حسنات احسن ما ادخل السجن بسبب جنايه ممكن اعملها دلوقتي. احمد، انا حبيت اسماء كتير، دي سو كيوت، تعرف انها بتفكرني بواحده كانت ماما تعرفها زمان، كانت شبهها بالظبط، سو كيوت. يا اختي عيشي عيشة اهلك. استغفر الله العظيم يا رب. طب ما تجربي كده وتاكلي من الاكل ده، والله يعجبك على فكره. لا لا لا، انا ما اقدرش، سوري يا اسماء. طب بقولك ايه يا هند، تعالى افرجك على الزينه اللي بره دي هتعجبك قوي قوي، طالما يعني مش هتاكلي، يلا بينا. اه طبعا يلا بسرعه، انا اصلا كده كده مش هقدر اكل. اسماء اتكلمت بهمس: ده خدها عيني عينك قدامنا كلنا، وفي رمضان، ايه ده؟ بيعبدوا رجل كرسي دول ولا ايه؟ ولا هم عندهم دين جديد احنا ما نعرفوش؟ يا اختي بلا وكسه. خلاص يا اسماء بقى، تموتي لو ما اتكلمتيش وعلقتي على اللي بيحصل. وبعدين ما الكل قاعد اهو، ما حدش علق غيرك، سيبيهم. هو انت مش كده برضو؟ فاشر، انا كنت كده.
ده كان جمال قال لي عليكي وعلى أيامك، ده حتى العيال بتاعت اليومين دول عايزة الولع. يلا ربنا يهدي، بطلوا بقى. وبعدين مامتها قاعدة وما اتكلمتش، انت اللي هتفضلوا تتكلموا كده؟ اهدوا بقى، خلوا اليوم يعدي على خير. يا اختي امها ايه بقى، دي اتقرطست قدام الكل وقاعدة عمالة بتضرب في محشي الكرنب، والحاج مش هينام معاها النهاردة، مش هيستحمل الكنابل المسيلة للدموع اللي هي هتعملها. ربنا يستر عليه. ما تعرفيش أنا فرحانة قد إيه إن الأكل عجبك، بألف هنا وشفا على قلبك يا مهند. هو حلو، بس الأكل ناقص ملح وعايز يبقى سبايسي شوية، بس يلا مش بطال. ساعتها اتكلمت بصوت واطي: يا نهارك مش فايت، انتوا سامعين الولية دي بتقول ايه؟ الولية الكدابة دي ضربت صينية البشاميل كلها لوحدها، وبتقول قال ايه؟ الأكل ناقصه ملح. أو ما اجيبها من شعرها الولية دي ولا ايه؟ انتي بتقولي حاجة يا أسماء؟ لا لا، دي أسماء بس عايزة تعرف تحبي تاكلي أنهي صنف من الحلويات، الشرقية ولا الغربية؟ أصلها شاطرة يعني وبتعملهم كلهم زي الفل. ها؟ لا يا حبيبتي تسلمي، أنا مش هقدر بقى، أصل أنا بحب أحافظ على رشاقتي، عشان كده من أول رمضان ما بدأ وأنا بعمل رياضة ودايت ودايت ورياضة عشان أفضل جسمي حلو كده وأفضل حلوة في عيون أبو هند. هند دخلت في الوقت ده وسمعت مامتها وقالت: بتتعبي نفسك ليه يا مامي؟ انتي قمر يا حبيبتي في كل حالاتك، حتى لو أكلتي الأكل ده كله هتفضلي زي ما انتي يا حبيبتي. يا ولاد الإيه يا كدابين، في رمضان؟ في رمضان؟ يا رب، يا رب هما اللي بيجولي برجلهم. أنا بكبت جوايا علشان الشهر الفضيل ده، بس كده كتير بصراحة، كتير قوي. تخيلي يا مامي، الحارة برا سو كيوت، وأحمد كان عايز ياخدني الركن الفاضي يقول لي حاجة سر. أحمد كان بيشرب مية وسمع كلام هند، شرق وقعد يكح. على مهلك يا قلب أختك، سمي الله كده. كملت كلامها بهبس وسخرية: كنت عايز تاخدها في الركن الهادي وتدخل لنا بعيل على دراعك يقول لي يا عمته في رمضان؟ يا صايع، يا صايع في رمضان. سر ايه بس يا حبيبتي؟ ده احمد بيهزر صح يا احمد؟ مش انت كنت بتهزر معاها مش كده برضو؟ اها. طبعا طبعا، ده كان في فرع نور جديد كنت عايزة تشوفه بس مش اكتر يعني، ولا في سر ولا حاجة يا جماعة. ما شاء الله، وسميتها نور؟ اوعى تكون خلصت تعلمها، ازعل والله. وفجأة سمعوا صوت هند عمالة بتصرخ، الكل جري عليها: في يا هند، بتصرخي كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ تخيل يا احمد، تخيل، ميرفت البيست فريند بتاعتي زادت كيلو، الخاينة. ده انا هعلقها الحيوانة دي، ازاي تعمل كده؟ بيست ايه يا عينيا؟ هو بيست ده مش كان عصير يا عيال؟ هي الشركة غيرت الاسم ولا ايه؟ غيرته لميرفت؟ حد يفهمني يا جدعان، ايه الكلام الغريب ده؟ استني بس يا اسماء، اكيد مشاعرها مجروحة، بسبب طبعا اللي حصل. مشاعرها مجروحة؟ انا اقوم اجيب الحلو عشان انا بتعالج وضغطي عالي. لو فضلت قاعدة قدامكم كده انا هصور قتيل دلوقتي. اسماء دخلت تجيب الحلويات وكلهم كانوا قاعدين متجمعين والاطفال بتلعب حواليهم، وفجأة واحد من الاطفال قام مولع صاروخ ورميه تحت رجل هند. يا مامي، يا مامي ايه ده؟ حرام عليك، والله قلبي كان هيقف. ليه بس كده يا اسمك ايه انت؟ لا مؤاخذة يا خالتي، معلش، بس اوعي كده اما اشوف الصاروخ راح فين، اصل انا الصواريخ بتاعتي بتحب تقعد في حتة طراوة. احمد ونوراه ضربوا كشاف على قفاه: طراوة مين ياض؟ ده لما كنت في سنك كنت بلزق الزينة بالعجين واقول وحوي يا وحوي، انت بتعاكس خطيبتي يا كلب البحر انت. امشي يلا من هنا، سيب الواد، سيب الواد يلقط رزقه يا حامش، ولا انت خايف من عيل 5 سنين يثبت خطيبتك ولا ايه؟ يلا يا واد، يلا قوموا صبوا الشاي والقهوة وكفاية كده، كفاية أكل، يلا عشان نصلي العشاء والتراويح، والحمد لله إن الأكل عجبكم. وفي اللحظة دي أم هند كانت بتمد إيدها قطعة كنافة تالتة وقالت: أيوة فعلا، الأكل ما كانش واو قوي، بس الكنافة دي بالذات فيها حاجة غريبة مش قادرة أقومها بصراحة. أسماء بصت للنيرة وغمزت لها: حاجة غريبة؟ ده اللي احنا حاطين فيها تعب اليوم كله يا حبيبتي، يمكن عشان كده بتشد الواحد. هند كانت قاعدة ماسكة موبايلها عمالة بتتصور سيلفي مع قطعة الكنافة الصغيرة، وفجأة صرخت: أوه ماي جاد، أنا زدت نص كيلو، ده حقيقي يا ماما، الكنافة دي مسحورة. وبعدين بقى في الوقت ده أحمد اللي كان بيشرب الشاي بالنعناع شرق وكح وهو بيقول:
يا هند يا حبيبتي، هو مجرد إحساس عشان انتي لسه واكلة بس، إنما انتي جسمك حلو جدا وعودك مظبوط قوي. نو نو نو، لا لا، أنا متأكدة أكيد الكنافة دي فيها سحر زيادة. أيوة أنا لازم أروح الجيم بكرة. أيوة هروح بدري قوي قوي و... وأتمرن أسبوع كامل. أسماء ما قدرتش تمسك نفسها أكتر من كده، قامت وقفت وقالت بابتسامة: يا حبيبتي يا هند، ليه؟ هو انت ما تعرفيش ان دي كنافة بالقشطة والسمنة البلدي؟ كل قطمة بتاخديها هتزودك نص كيلو، عشان كده بتحسي انك اتنفختي. خلي بالك بقى، لحسن نلاقيكي عاملة زي البالونة وتطيري ما نعرفش نجيبك. ايه الكلام ده بس يا اسماء؟ هو انت قاصده انك تبوظي جسم بنتي ولا ايه؟ لا لا، على فكرة دي مؤامرة. اكيد كده دي مؤامرة، وانت بقى عاملة كده عشان خاطر تبوظي جسم بنتي. ابدا يا طنط، انا بس بقول الكنافة دي معمول لها مخصوص علشان هي اللي تدوقها وتحس بالبركة والزيادة في الوزن يعني، عشان الصيام بيجوع وزيادة في المحبة كمان. هند قامت وقفت: احمد، انا زعلانة منك، بيست فريند بتاعتي زادت كيلو، انا كمان زدت نص كيلو من الكنافة دي، كده احنا مش هينفع نتخطب. انا محتاجة شريك حياة يهتم بالصحة والرشاقة زيي بالظبط، مش واحد بيحب الكنافة الساحرة دي. الكلام اللي انت بتقوليه ده يا هند، انت عايزة تسيبيني عشان كنافة بالقشطة والسمنة البلدي؟ انت بتهزري صح؟ هو في ايه بالظبط؟ اهو سبب كرييتيف وجديد عشان تبقى المصفوعة من الكنافة بالقشطة. يلا يا احمد، معلش، تعيش وتاخد غيرها يا حبيبي. استهدي بالله بس يا بنتي، احنا في رمضان ودي اصول بيوتنا. الاكل ده بركة يا بنتي، مش حمل على القلب وكده. هو في ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ اسماء قربت من هند وقالت بصوت واطي: بصي يا حبيبتي، انت لو مش عاجبك الكنافة، في طبق فاكهة في التلاجة كله فيتامين ومش هيزود نص جرام واحد. المهم إنِّك تخرجي من بيتنا سالمة غانمة، ولو فضلتِ أكتر من كده أنتِ ممكن تلاقي نفسِك زايدة 5 كيلو بسبب نظراتي بس. هند بصت لأسماء بخوف كأنها شايفة عفريت، وراحت سحبت مامتها من إيدها وقالت: ماما، ماما يلا نمشي من هنا، أنا حاسة إن أنا محتاجة أتمرن ماراثون حالا دلوقتي وإلا بجد هيجرالي حاجة. يلا يا مامي عشان خاطري. وسلمت على ثانية بسرعة وخرجت وهي بتبص لأسماء بنظرات غريبة. وأول ما الباب اتقفل انفجرت من الضحك أسماء والكل معاها. أما أحمد كان متغاظ جدا بس مش قادر يكتم ضحكته أكتر من كده، وقال: حرام عليكي يا أسماء، كنتي هتبوظيلي الجوازة. انتي ايه يا شيخة؟ ما عندكيش قلب؟ على فكرة بقى، أنا عايزها. جوازة ايه بس يا حبيبي؟ دي كانت هتبوظ لنا صحتنا النفسية. وبعدين مش هي دي اللي قالت الكنافة مسحورة؟ أهو أنا سحرتها وطلعتها بجد من بيتنا. أنا مش ناقصة في مرارة. وبعدين انت ياض ايه؟ بتعبط ايه؟ يعني في رمضان وعينك هتاكل البيت؟ أمال في شوال هتدخل علينا بعيل على دراعك ولا حكايتك ايه بالظبط؟ أنا مش فاهماك يا أسماء. يا بت ما يبقاش لسانك أطول منك كده. يلا يا ولاد، يلا قوموا، كل واحد على شقته، كفاية فضايح كده. بس انت عارف، لو جبت لنا بتاعت الرشاقة دي تاني في رمضان ولا حتى جبت سيرتها، عارف أنا هعمل فيك إيه؟ خليها بعد رمضان تبقى تيجي وبراحتها. إزاي طيب؟ دي نفسها تيجي تعمل معاكم الكحك يا أسماء، دي كانت متفقة معايا على كده. يا لهوي، انت عايزها تيجي وتبقى مرارتي؟ الحقيني يا ماما. خلاص بقى يا أسماء، يلا، يلا أنا قايمة أريح شوية. وبعدها عدت الأيام وبقوا في أواخر أيام رمضان، وسنية قالت: يا ولاد، ده رمضان عدى بسرعة قوي. بقول لكم إيه، إحنا إن شاء الله عايزين نعمل الكحك والبسكويت ورانا شغل كتير. إن شاء الله يا ماما، إحنا هنبدأ فيه من بكرة عشان نلحق وقتنا ونخلص ترويق وتنظيف البيت. وتاني يوم الكل سحب حماس كبير عشان يعملوا طقوس الكحك والبسكويت. وفجأة دخلت عليهم هند: أهلا بالبسكويت النواعم. أهلا يا حبيبتي، تعالي يا عروسة، خشي برجلك اليمين، ده انتي هتنبسطي معانا قوي قوي. تعالي تعالي. ما بلاش، الأحسن دي باللمس، ولو شافت السمنة هتقلب قطة وهتفضل تنونو لنا كل شوية. ما تهدي كده. يا لهوي يا عيال، طب دي القعدة هتحلو قوي وهتبقى ضحك للركب. ماما بتقولي إن الكحك والبسكويت ده تقليد مصري. أنا هتفرج بس عشان السمنة دي هتبوظ السكين كير بتاعي وأنا مش عايزاه يبوظ. الله يرحم جدك يا أم سكين كير انتي، أنا لو عجنتك في العجينة هتاخدي مكان الملبن. هو أنا مش قلت مرارتي هتتفقع؟ أهي بتتفقع أهي فعلا.
الله يسامحك يا أحمد. أحمد دخل المطبخ وسمع كلام أسماء وقرب عليها وقال لها: أنا سمعتك على فكرة، وعشان خاطري أسيبه أبوس إيدك عدي الدنيا، مش لازم تعلقي على كل حاجة، خلي اليوم يعدي. وحياتي عندك يا شيخة، مش أنا قلتلك بلاش تجيبها؟ بتجيبها تاني ليه بقى؟ أنا ضغطي عالي يا أحمد. نيرة قالت بضحك: إيه دي يا أسماء، البنت لسه برضه ضيفة. تعالي يا هندي يا حبيبتي ونقشي معانا بالمنقاش ده مريح ومفهوش دهون وهتنبسطي قوي. اوكي، بس هو المنقاش ده معقم؟ اصل بخاف من البكتيريا اللي بتعيش في الحديد، وده حديد وممكن يعمل جراثيم في الاكل كده. استغفر الله العظيم. اللهم طولك يا روح. اه، احنا غاسلينه بالديتول ومبخرينه كمان، مبخرينه بمستكة. امسكي ونقشي وبطلي دلع، احنا ورانا 10 كيلو دي لازم يخلصوا قبل الفجر. اخلصي، مش ناقصين فقع مرارة. بدأت أسماء ونيرة وندى يشتغلوا، والست ثانية كانت قاعدة بتشرف عليهم وبتقرا القرآن في سرها. هند بتمسك حتة عجينة بصوابعها وقالت: إيه ده؟ هي إيه الريحة دي؟ أنا شم الريحة كده حلوة. دي ريحة الكحك يا هنودة، ده السر في طعم الكحك المصري اللي يخلي الجيران يشموا الريحة من أول الشارع، من السمنة البلدي اللي فيه. بكرة تتعلمي بقى كل حاجة. بس يا ندى، دي مليانة سعرات حرارية. أنا هعمل كحكاية واحدة بس هيلسي، مش هحط فيها لا سكر ولا سمنة. يعني هتاكلي دقيق ناشف؟ ما تخلصي يا بنت انتي وهي، بالمنظر ده العيد هيجي علينا واحنا لسه في أول صاج. ده اليوم ده بس يا ربي، هو أنا ناقصة؟ استغفر الله العظيم. بس يا ولاد، يا هندي يا بنتي، العيد يعني لمة وفرحة، والبهدلة دي اللي بتتعمل ذكريات حلوة. خليكي بس مع البنات وتعلمي منهم واعملي زي ما بيقولولك، وانتي هتلاقي نفسك انبسطتي قوي. حاضر يا طنط. وبعدها بقوا كل يوم يعملوا حاجة لحد آخر يوم. خلصوا الكحك والبسكويت والبيت كله كان ريحته خبيز وفرحة. هند كانت عندهم وقعدوا كلهم يتسحروا، وآخر سحور في رمضان في جو مليان من الضحك والمودة. كل سنة وانتوا طيبين يا ولادي. رمضان راح بسرعة، بس المهم القلوب تكون سفيت، وكل واحد فيكم يسكن في شقته وهو راضي ومبسوط من التاني. كل سنة وانتي طيبة يا ماما، وانتي يا نيرة حقك عليا لتاني مرة. وانتي يا هند ابقي تعالي في العيد عشان نضرب فسيخ ورنجة مع بعض وبصل أخضر. وانا بقى هخليكي تنسي السكين كير بتاعك ده. وفضلوا كلهم يضحكوا في جو أسري جميل، الكل متجمع حوالين أمهم سنية. وتاني يوم العيد بقى كلهم بيوزعوا العيدية وهم فرحانين. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا انكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا إن شاء الله الحكاية الجاية. أشوفكم على خير. باي باي.